ما هو المقابل المادي مغري، ودي يعني مجرد صورة. $1000 يعني يعملوا لهم حوالي 50,000 بالمصري. عصابة جديدة لابتزاز البنات بالطريقة دي. في كارثة جديدة هتشوفوها دلوقتي، فخ جديد منتشر للبنات إياكي تقعي فيه. مساء الخير يا فندم، معاكي ريناد من شركة جولدن فيس لصناعة أفلام الأنيميشن بالذكاء الاصطناعي. يعني ايه؟ فهميني، مش فاهمة قصدك. هتبعتيلي صورة للوجه من جميع الاتجاهات هنستخدمها في أفلام الأنيميشن، وهتاخدي $1000 بس كده. $1000 بس؟ أهم حاجة عندي إن الصورة دي متنزلش في أي مكان. لا أبدا خالص يا فندم، ما تقلقيش، الموضوع كله بيبقى في سرية تامة، والتحويل هيوصلك بمجرد ما تبعتي الصورة. طبعا انت دلوقتي جايز تكوني بتفكري تبعتي لها صورتك. ما هو المقابل المادي مغري، ودي يعني مجرد صورة. $1000 يعني يعملوا لهم حوالي 50,000 بالمصري. عصابة جديدة لابتزاز البنات بالطريقة دي، بتوهمهم بالأمان وبتاخدي فلوس وانت قاعدة مكانك. هتقولي فيها ايه يعني؟ وبمجرد ما بتوصل لهم صورتك بيبقى أهلا بيكي، وكده بتوصلي للمرحلة في ليفل 2. بيطلبوا من البنت ان هي تبعت لهم صور بملابس ضيقة او قصيرة، وسواء وافقتي او رفضتي هما بياخدوا الصورة وبيركبوها على افلام مش تمام. وكمان صوت البنت بيركب على الفيلم بالذكاء الاصطناعي، وفي الوقت ده يبقى اهلا بيكي في المرحلة الثالثة، ودي اللي بيتم فيها ابتزاز البنات. ساعتها بيقولوا لها ادفعي بقى يا شاطرة فلوس بدل ما تركبي الترند، ولما فلوسك تخلص سواء دفعتي او ما دفعتيش، الفيلم اللي انت بطلته بالكذب طبعا بينشروه على برنامج معين باشتراك مادي، اشتراك بقى سنوي، اشتراك شهري، على حسب ظروفك. يعني كمان الجمهور هيبتدي يشغل جيوبه عشان يتفرج عليك. الموضوع ده انتشر في كوريا الجنوبية ودخل علينا في الدول العربية. فالنصيحة بقى ان انت تخليكي حذرة، واوعي تبعتي صورتك لأي حد مهما كان المقابل. وحتى كمان نشر الصور على البروفايلات على التطبيقات لازم يكون بحذر. ويا ريت كمان نتاكد من سياسات الخصوصيه. طبعا انت قاعد دلوقتي بتتفرج وفاكر ان الموضوع بعيد عنك، الجريمه دي وقع فيها ضحايا كتير، اوعى تكون انت واحد منهم. صدقوني الموضوع حقيقي وبجد. والناس اللي كانت فرحانه بترند تحويل صورتك لكرتون، اكيد طبعا برضو في مقابل، واكيد هيعرفوا يستفادوا ازاي من صورتك دي. هتقول لي يا عم دي مجرد صوره عاديه، الناس دي ما بتعملش حاجه لله. الفيديو ده للنصيحه وللتوعيه، عشان كده لازم الفيديو ده ينتشر وننشره على أوسع نطاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، انصح غيرك وبلغه فورا. وفي آخر الفيديو ما تنساش تصلي على النبي. فيديو كارثة بكل المقاييس. دول أب وأم لطفل عنده 7 سنين. الطفل كان بيلعب على التابلت وفجأة ظهر على التابلت إعلان لولد بيبوس ولد. الأم والأب هيتجننوا إزاي ده يحصل، وفضلوا يلعبوا على اللعبة بالساعات ولكن ما ظهر لهمش أي إعلانات زي كده. الأم والأب واثقين في ابنهم إن هو ما بيكدبش، ولذلك الأب قاعد يلعب على اللعبة بالساعات وبالأيام وبرضه ما ظهرلوش أي إعلان زي كده. ومن هنا جت فكرة للأب إن هو أول ما يشغل اللعبة يحط بلاستر على الكاميرا. فجأة بدأت تظهر له إعلانات لكبار السن وإعلانات أدوية مش بتاعت أطفال خالص. فالأب شغل دماغه وشال البلاستر من على الكاميرا بتاعت التليفون، وجاب صورة ابنه اللي عنده 7 سنين وحطها قدام التليفون. وأول إعلان ظهر له يا صديقي هو ولد بيبوس ولد. هو ده المخطط يا صديقي، ان هما بيستهدفوا الاطفال بالاعلانات دي. ولد قاعد جنب ابوه وامه مش هيظهر له الاعلانات دي، هتظهر له ليه؟ لكن لو ولد قاعد لوحده قدام الكاميرا بتاعه التليفون هتظهر له الاعلانات دي. السم اللي عايزيننا نعترف بيه من الاخر يا صديقي، خلي بالك جدا من الجيل اللي جاي. هم عايزين يطلعوا جيل يؤمن بالحاجه دي حتى لو انت مش عاوز تعملها، بس تكون مؤمن بيها. ما يعرفوش ان مرات سيدنا لوط قالت لهم براحتكم اعملوا اللي انتوا عايزينه، انا مش هشارك معاكم. والنتيجه انها كانت من الغابرين، يعني نهايتها سودة. هي ما عملتش حاجه لكن اؤمنت بالموضوع ده. ارجوكم تخلي بالكم من اطفالكم. كل اسره فيها اب وام يخلي باله من اطفاله، يخلي باله من الالعاب، يخلي باله من الكرتون، عشان ما نساعدهمش في اللي هم عايزينه.